السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهوية الحقيقية، انت مين بعيد عن كل حاجة حواليك؟ اهلا وسهلا بيكم في الحلقة 28 من سلسلة شفاء الروح. تخيل كده لو كل حاجة حواليك مش موجودة، شغلك، مكانتك، صورتك اللي كل الناس شايفاها، حتى علاقاتك اللي انت فاكرها جزء منك. مين انت هتكون؟ مين هيفضل لما كل الأقنعة دي تروح؟ لما كل الأدوار دي اللي اتعلمت تلعبها تتشال منك؟ لو مفيش حد بيشوفك، حتى نفسك ما تعودتش ان انت تشوف نفسك كده. مين انت فعليا؟ كتير مننا عايش حياته وهو شايف نفسه من خلال أدواره. أنا ابن، أنا زوج، أنا موظف، أنا ناجح، أنا قوي، أنا مستقل. كل دور من دول بقى التعريف الأساسي لنفسنا. لو دور اتشال بنحس فجأة ان احنا ضايعين، مش عارفين احنا مين، ونقعد ندور على نفسنا في الأماكن الغلط. نجاح، صورة، علاقات، قبول ببعض الناس. لكن الحقيقة ان الهوية الحقيقية مش في اي دور، مش في اي لقب، مش في اي صورة حطينها على السوشيال ميديا. الهوية الحقيقية جوانا، في المكان اللي محدش بيشوفها، في اللحظات اللي بتكون فيها لوحدك، لما مش مهم اي حد يرضى عنك، لما مش مهم اي حد يقدر قيمتك، لما كل شيء يبقى ساكت. وهنا هتلاقي روحك. رمضان فرصة ان احنا نوقف، نبص جوه نفسنا بعيد عن كل المظاهر، نحاسب نفسنا ونحاسب كل حاجة حوالينا، ونشوف اللي احنا مؤمنين بيه على الحقيقي جوانا. دي اللحظة اللي لازم نكتشف فيها احنا مين. احنا مين غير كل اللي تعودنا عليه؟ عن مين نكون احنا؟ مين اللي تربينا عليه او اللي توقعناه مننا او اتوقعوا الناس مننا؟ اللي جواك ده روحك، هي اللي ثابته مهما تغير كل حاجه حواليك. ممكن كل الناس تشوفك بطريقه، لكن جواك في حاجه اصليه ثابته، ملهاش علاقه بالشغل ولا الانجازات ولا الصور اللي انت حاططها على السوشيال ميديا، ملهاش علاقه بالنجاح ولا الفشل ولا القبول ولا الرفض. اللي جواك ده هويتك الحقيقيه. هو اللي بيحس، هو اللي بيحب، هو اللي بيتألم، هو اللي بيقف بعد كل سقوط، هو اللي بيتعلم من كل تجربة حتى لو مفيش حد فاهمه، هو اللي بيصبر ويستحمل ويكمل بدون أي مسرحية. ممكن تلاقي روحك متعودة على الأدوار، متعلقة بالنجاح، بالشغل، بالناس، متعودة على الأقنعة، ولكن في اللحظة اللي تبطل فيها لعب الأدوار هتبتدي تسمع روحك وتحس بحرية وتحس بسلامك الداخلي. حتى لو العالم كله مش فاهمك، حتى لو انت نفسك مش متعود تشوف نفسك بالطريقة دي. الحرية الحقيقية مش في اللي بنملكه، مش في اللي الناس شايفاه. الحرية الحقيقية في معرفة انت مين، في اللحظة اللي تبطل فيها تلاحق كل حاجة بره روحك. في اللحظة دي هتلاقي السلام الداخلي، هتكتشف ان انت اكتر من كل الادوار، اكتر من كل الالقاب، اكتر من اي حاجة ممكن تختفي او تتغير في حياتك. سؤالي ليكم النهاردة، لو اتشال منك كل الادوار والالقاب وكل الصورة اللي انت موريها للناس، ايه اللي هيفضل ثابت جواك؟ وايه اللي هتفضل تقول ده انا مهما حصل؟ اللي ثابت ده هو هويتك الحقيقية، هو روحك، هي اللحظة اللي هتسكن فيها جوه نفسك وتبقى جوه نفسك وتعرف نفسك اكتر. ودمتم سالمين.